بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اصدقاء قناه حشاد الكترونيك 3 في 1 سمارت. اعطال الباور وما ادراك ما اعطال فصل الباور، مش اعطال كارتة الباور، اعطال فصل الباور. هنشوف النهارده كده المشكله دي ايه، ونشوف هنحلها مع بعض ازاي. تابعوا معايا. يلا بينا اصدقائي. موديل الشاشه معانا اهوت اي جي، والموديل زي ما احنا شايفين، وادي البورده اللي راكبه، وادي رقم البورده. طبعا شاشة سمارت. تعالى كده على طول هنخش على الشغل الكبير بقى. شوف في خارجة ولا لا. صلاة على النبي. 12. يبقى انا كده ما عنديش مشكلة في الباور خالص. 12 طالعة ومستقرة. جميل. تعال نشوف كده منظم الجهد ده 5. طب الاي سي الفقري التلات وحيد 8 ده 3 و3. هنا 1 و7. هنا 1 و7 اجين. هنا 1 و7 كلاكيت تالت مرة. ثانية 1 اهو. هنا 1. هنا في منظمات جهد اهي 1.5. هنا 1 تاني، ومع ذلك لا يوجد باور. كده جهودي كلها سليمة. طبعا هنا ما بيطلعش في البوردة دي، ما بيطلعش الباك لايت غير لما ندوس اون، عشان ده ليه دايرة تقطيع مستقلة. تمام. كل جهودي مظبوطة، ما عنديش المفروض ظاهريا أي مشاكل في أي حاجة. أمال ديت قطع باور خالص ليه؟ أحل البوردة وهنروح على البنك وهنشوف الأسباب هقول لك عليها. تابعوا معايا. بص يا صديقي، احنا طبعا قسنا لقينا كل الجهود خارجة، بس بعد بقى شوية تفحيصات كده وتمحيصات اكتشفت حاجة. هنا منظم الجهد ده 3 وحيد 8 وده 3 وحيد 8. ده 18 33، يعني بياخد الخمسة يطلع لي من ناحية 3 و3 ومن الناحية التانية 1 و8. زي الفل. هنا بقى ده ادجاست. الادجاست ده مكتوب عليه اي دي جي 33، يعني هو بياخد 5 ويطلع لي 3 و3 فقط. بياخد 5 ويطلع لي 3 و3 فقط. طيب هنا عندي هنا نصين في الاي سي ده، النص ده بيطلع لي هنا 3 و3 والنص ده بيطلع لي 3 و3. انا عندي الجنب ده بس هنا اللي بايظ. هعمل كده حاجة جميلة. حطوا بس الفلكس بتاعنا كده. ونرفع الاي سي. انا ما عنديش نفس الاي سي الادجاست، فانا هقول لك على فكرة كده وهنعملها سوا. هي فكرة موجودة طبعا. وقتلت بحثا. ثانية واحدة. الشكل ده كده. احنا قلنا ان عندي نصين، فانا عايز نص منهم يفضل شغال والنص التاني هلغيه خالص. اللي سليم هسيبه زي ما هو يبرد. بس ثانية واحدة كده. بص يا باشا. ماشي. هنا الرجل اللي هي بتاعت الجهد الداخل انا هرفعها لفوق. بص كده، ركز معايا. انا كده رفعتها لفوق اهي، فانا هنا الجنب ده مش هدخل له 5. عايز ترفع رجل الارضي كمان نرفعها، مش مشكله. بقى خلاص الجنب ده انا لغيته. بيخش على الحرف هنا ارضي واللي جنبه 5
وبعدين ارضي واللي جنبه 5، النص ده لوحده والنص ده لوحده. فانا هنا رفعت خلاص. هرجع بقى اركب الاي سي تاني، اطهر بس مكانه كده بحته فلكسايه والمكوه. نراجع على الارجل بتاعته بهذا الشكل. عايز تراجع بيه قصدير يلا بينا، مش مشكله لو هي رجوله كويس بهذا الشكل كده. نحيي بس الرجول بتاعته تاني بس. جميل كده. يلا بينا. هنزل بالاي سي مكانه بعد ما رفعت رجل اللي هي الجنب المتضرر. اقلل هوا بس شويه، انا كنت رافع هوا. تأكد بس على الار دي بيبقى في اسفل الاي سي. الار دي العام بتاع الاي سي بيبقى في اسفل الاي سي تحت، لازم يركب كويس. وبعدين هنجيبه بقى الكارته الجميله دي اللي هي كارته الستيب داون. هنغذيها ب 5 فولت وار دي، وناخد منها الناحيه الثانيه 3 و3. هناخد الخمسه من على الملف بتاع الخمسه الشكل ده، والار دي طبعا من اي حته. هيبقى اول ان حد يقول هنلحم الارض ده فين، في اي مكان. اي ارضي عندي مكان مكثف هنا مش راكب، هاخد على الارض بتاعه كده. وهنا بقى هاجي على المكثف اللي جنبنا ده في الخرج ده كده، مخرج التلاتة وتلاتة كده. جميل. تعالى بقى نجرب بينا. يلا حط دي كده بس نعزلها عبال ما نخلص، وبعد كده انا هسنجفها بقى، احطها والفها واحطها في جنب والكلام ده. نوصل كارتتنا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللمبات الحمراء. توكلنا على الله. تمام. هل هتقوم معانا البورده؟ نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي هتاخد وقت شويه عشان سمارت. قامت لمبه زرقاء واللمبه الحمراء طفت. زي الفل زي الفل. تعالى بقى نروح نقفلها هناك على شاشتها ونشوفوا عندنا مشاكل تانية ولا كده خلاص. وهنعزل ديت ونرميها في اي حته. تابعوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. لمبه حمراء يا مسهل بسم الله. لمبة زرقاء. باك لايت ام. بسم الله. اي جي ويزدوم شير. تمام اهو. كمل 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 كمل. هنسيبها للاخر. تمام زي الفل ما شاء الله. الدنيا ماشيه. هنحط عليها صوره ونشوف دنيتها عامله ايه. هنا للامانه انا كمان غيرت المنظم الجهدي ده كمان، اللي هو التلات وحيد 8 التاني، عشان يبقى الشغل بتاعنا مظبوط. طبعا احنا متفقين ان الاهم من الشغل تظبيط الشغل، فكده الحمد لله تمام. وعرفنا ازاي نتعامل مع العطل دوت. وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.